المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها صلاح الدين الحسين، والبدء بالعناوين. تطور في الخدمات الاجتماعية في هبرو. توقعات لحصاد وفير من بذور القمح في النحيل. التوعية الجارية ضد العادات الضارة في الأوسط وحقق نتائج جيدة. رئيس تشيلي يعلن حالة الطوارئ بعد أعمال شاقب. قتلى ومفقودون في انهيار سد بسيبيريا. الصين تقول أنها ستعمل مع أمريكا لمعالجة المخاوف الأساسية. أهلا بكم مشاهدينا. قال مدير مديرية هبرو السيد فتوي قبر مسقل أن بدء خدمات المدارس الخمس الإضافية التي شيدت في ضواحي فلفلة وهبرو زعدة ومزرت وأفعيون وقار عوبل منذ عام 2017 في مديرية هبرو قد حل مشكلة النقص في الفصول الدراسية، وأشار إلى ارتقاء مدرسة فلفلة الابتدائية والمتوسطة إلى المرحلة الثانوية وضعا في الاعتبار للكثافة السكانية، وارتقاء مدرسة أفعيون الابتدائية للمرحلة المتوسطة. وحول خدمات المياه أوضح السيد فتوي تحديث مشاريع مياه فلفلة وقلت وقار عوبل التي كانت قد تعطلت نتيجة قدم معدات الطاقة الشمسية وحفر بئر في أفعيون وبناء خزان وبئر في هبرو تعدى. وذكر توزيع 1500 قطعة أرض سكنية في فلفلة ومنح 188 مواطن في بلدة عريتاي بموجب الخطط السكنية المعدة لمناطق فلفلة وهبرو تعدى وعريتاي، وسيتم توزيعها قريبا في هبرو تعدى. وأوضح وجود 4 مؤسسات صحية بالمديرية، منها مركز صحي واحد في عريتاي وفلفلة وهبرو تعدى وأفعيون تقدم الخدمات الصحية لضحاياتي مزرت وهبرو صليم البعيدتين عبر الممرضين المتجولين. وأكد الأوضاع الجيدة للمزارع هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، داعيا للاهتمام بإصلاح البنى التحتية لمشروع فيزا التي دمرتها السيول. ذكر مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية ابن حيلي سيد ملاكي بأنه يتوقع من بذور القمح المحسن المزروعة في 176 هكتار حصادا وفيرا أكثر من الأعوام الماضية. وذكر السيد ملاكي المزارعين بمتابعة مزارعهم وبذل جهود حثيثة حتى جمع الحصاد الوفير بفضل الخريف الطيب والمسائل الحثيثة التي بذلوها مسبقا. من جهته قال مسؤول مكتب الزراعة في المديرية سيد منقس طعمي أن المديرية شهدت خلال 55 يوما هطول 575 ملم من الأمطار وبلوغ المزارع المزروعة في حوالي 15 ألف هكتار مستوى جيد. ودعا السيد منقس المزارعين للاستفادة الجيدة من السماد الطبيعي والاستعداد المسبق مستقبلا بطريقة أكثر فعالية. وأكد عدم تعرض المزروعات حتى الآن لأي آفات تذكر، مناشدا إياهم بجمع المحصول سريعا تفاديا لأضرار الأمطار المتأخرة. وقد تم زراعة الطاف والذرة والحمص والبازلاء والداقوشة وأنواع أخرى من الحبوب في المنطقة هذا العام. شهد الإقليم الأوسط في 18 من أكتوبر لقاء لتقييم تأمين تطور المرأة والأطفال. وأفاد هذا الاجتماع بأن المهام المنفذة لمكافحة العادات الضارة التي تسبب المشاكل الصحية والأضرار الاجتماعية والذهنية للنساء حققت نتائج مرضية. وفي الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجان الناشطة على مستوى المديريات، تقدم رئيس لجنة تأمين حقوق المرأة والأطفال في الإقليم العقيد قبرها النسوة والدقرقيش تقريرا حول الأنشطة المنجزة في العام 2018 ونتائج. ووفق التقرير قامت اللجنة الإقليمية المكونة من كافة الدوائر الحكومية والاتحادات بإجراء حملات توعية مكثفة وفعالة لأكثر من 90 ألف من المواطنين والطلاب خلال عامين. وأفاد التقرير بإجراء دراسات على مستوى المديريات، حيث تقلصت نسبة ختان الإناث في 28 منطقة في مديرية سرجقة
نسبة 0.8% في الأطفال ما دون 5 سنوات، و1.3% في الأطفال من 5 إلى 15 سنة. ويتطلب إجراء دراسات معمقة ودقيقة في مناطق المنحدرات الشرقية بالمديرية. ورغم أنه جرت تحركات جادة للحد من زواج القاصرات، إلا أنه يتطلب جهود منسقة للقضاء عليه تماما في القرى. في الختام، دعا العقيد قبرهانس لإعداد منشورات توعية وطنية وإجراء اللجنة الوطنية مع اللجان الإقليمية للقاءات المنظمة وتهيئة بيئة مناسبة لتبادل الأفكار والتجارب، مناشدا بخلق أرضية صلبة لاتخاذ خطوات إقليمية حتى إصدار إعلان وطني وتحسين القوانين التي تمنع زواج القاصرات. يذكر بأن الأمم المتحدة صادقت على قوانين حقوق الطفل في نوفمبر عام 1989 في المنتدى العام، واعتمدته في سبتمبر عام 1990، وانضمت إريتريا إلى ذلك في العام 1993، وصادقت على اعتماده في يوليو عام 1994. نظمت مسيرة وسمينار في مديرية الدقيح يومي 16 و17 من أكتوبر الجاري لرفع وعي وتأطير المرأة بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة. وأوضحت رئيسة الاتحاد السيدة تخاء تسفا ميكائيل في المسيرة التي شارك فيها سكان ضواحي الدقيح وعمال المؤسسات الحكومية بشأن مسيرة الاتحاد، أوضحت أن الاتحاد الوطني للمرأة قام بأنشطة كبيرة لتوعية وتنظيم المرأة وضمان مشاركتها في كافة القضايا الوطنية والنضال لضمان حقوقها ومساواتها، محققا الإنجازات، داعية لتعزيز ذلك بالتعليم والمشاركة في جميع المجالات. ودعت السيدة رحاسة وعلوم من فرع الاتحاد في مديرية الدقيح لبذل المرأة لمزيد من الجهد لمزيد من الإنجازات. وشهد برنامج إحياء الذكرى أنشطة ثقافية فنية. دشن بفندق مباسويرا في 18 من أكتوبر كتابين للدكتور تخا استفاغادو بعنوان تاريخ الطب الحديث في إريتريا وكتاب قصص قصيرة مختارة لأنطونيو تشوكوف. وقال الدكتور تخا استفاغادو في المناسبة التي حضرها كبار المسؤولين والوزراء والضيوف المدعوين أن الدراسة التي أجراها بشأن الطب الحديث في إريتريا تنقسم إلى مرحلتين: الأولى من عام 1952 وحتى عام 1974، والثانية قبل الاستعمار وحتى نهاية حقبة الإدارة البريطانية عام 1952، وتشمل 12 عاما. وأوضح أن الهدف من الدراسة هو وضع التاريخ الإريتري في مساره الصحيح ونقله للأجيال. وذكر مدير قسم مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتورة رأيا برهاني في قراءة لكتاب تاريخ الطب الحديث في إريتريا أن الكتاب يمكنه أن يكون مرجعا للباحثين في التاريخ والمهنيين خاصة. وقال البروفيسور يوسف قبريهانس عن ملاحظاته للقصص القصيرة لأنطونيو تشيكوف أن أعمال الأديب الروسي أنطونيو تشيكوف ترجمت للغات كثيرة، وأن ترجمتها بالتكرينيا يخلق فرصة للقارئ الإريتري. وكان الدكتور تخا استفاغادو قد أصدر من قبل 9 كتب، بينها من نقفة إلى نقفة وأروماي باللغة التكرينية، و5 كتب باللغة الإنجليزية، ولديه برنامج لإصدار كتاب بعنوان من نقفة إلى أسمراء. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي، أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا حالة الطوارئ في العاصمة سانتياغو بعد أن عمت الفوضى العاصمة وسط أعمال شغب أدت إلى إشعال النار في بناية بوسط المدينة وإغلاق شبكة مترو الأنفاق. ووفقا لشهود وصور تلفزيونية، أشعل محتجون قاضبون من زيادة أسعار المواصلات العامة في الآونة الأخيرة أشعلوا النار في عدة محطات مترو، وقاموا بنهب متاجر وإحراق حافلة نقل عام. وتحدث بنيرا للشعب معلنا حالة الطوارئ في الوقت الذي هرع فيه رجال الأطفاء
الشرطة لاحتواء الأضرار. وأظهرت مشاهد بالتلفزيون المحلي ألسنة اللهب تتصاعد من أحد جوانب مبنى في الوقت الذي كان فيه رجال الإطفاء يناضلون من أجل المرور عبر أعداد متزايدة من المحتجين. وبدأ طلاب المدارس الثانوية والجامعات الاحتجاج بعد أن رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو في السادس من أكتوبر الجاري نحو 1.17 دولارا لرحلات المسافة الكاملة، منحية باللوم على زيادة تكلفة الطاقة وتراجع سعر البيزو. ذكرت وكالة أنباء روسية أن ما لا يقل عن 15 شخصا لاقوا حتفهم بعد انهيار أحد السدود في منجم ذهب في سيبيريا على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب مدينة كراسنو بارسك. وذكرت وكالة انترفاكس نقلا عن مسؤول محلي أن أمطارا غزيرة تسببت في تآكل السد واندفعت المياه عبره لتجرف عدة غرف كان عمال المناجم يعيشون فيها. وقالت وزارة الصحة الروسية أن 14 مصابا نقلوا إلى المستشفيات، 3 منهم أصيبوا بجروح بالغة في المنجم، حيث عرضت قناة روسيا 24 رسمية صورا تظهر المباني المتهدمة القارقة في المياه والطمي. وذكرت لجنة التحقيقات الروسية في بيان أنها فتحت تحقيقا جنائيا بشأن انتهاك قواعد السلامة في منجم الذهب، حيث قالت السلطات المحلية أن السد المنهار غير مسجل في الجهات الرسمية. قال ليو هي نائب رئيس وزراء الصين أن الصين ستعمل مع الولايات المتحدة لمعالجة المخاوف الأساسية لكل من الطرفين على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وأن وقف الحرب التجارية سيكون أمرا طيبا للبلدين وللعالم. وقال ليو، وهو أيضا المفاوض الرئيسي في المحادثات التجارية، خلال مؤتمر للواقع الافتراضي في مدينة نانشانغ عاصمة إقليم جيانشي بجنوب شرق الصين، أن الجانبين حققا تقدما كبيرا في مجالات كثيرة ووضع أساسا مهما للتوقيع على اتفاق مرحلي. وتوصلت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق محدود الأسبوع الماضي نحو إنهاء الحرب التجارية التي أقلقت الأسواق العالمية وأثرت على النمو العالمي، ويعمل الجانبان على توصل لاتفاق خطي. وقال في كلمة نادرة بشأن الحرب التجارية أن وقف تصعيد الحرب التجارية يفيد الصين والولايات المتحدة والعالم كله، وأنه ما يتمناه المنتجون والمستهلكون على حد سواء. دخلت رائدتا الفضاء الأمريكيتان كريستينا كوخ وجيسيكا مير التاريخ بعد نجاحهما في إمضاء 7 ساعات خارج محطة الفضاء الدولية لتغيير جهاز كهربائي معطل في أول مهمة تقتصر على نساء في تاريخ استكشاف الفضاء منذ 60 عاما. وكانت هذه المهمة مقررة في مارس الماضي، لكن ناسا ألقتها بسبب عدم توافر بدلات بالقياس المناسب، ما أحرج الوكالة الأمريكية. وتخلل خروج الرائدتين اتصال تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما كانتا تسبحان في الفراق على ارتفاع 415 كيلومترا فوق المحيط الهندي بسرعة 8 كيلومترات في الثانية. ومع انتهاء الاتصال واصلت رائدتا الفضاء مهمتهما العالية التقنية، وتكللت المهمة بالنجاح، حيث تم استبدال جهاز شحن بطاريات زينته 100 كيلوغرام تقريبا تعطل في عطلة نهاية الأسبوع. وتشكل النساء نصف رواد الفضاء في الدفعة الأخيرة للناسا لسنة 2013، وحاليا تضم الناسا 12 رائدة فضاء. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.